لا يعني لو في عندك اي مصاريف او اتعاب او خلافه خليها عليا. يا جدع انت خلي عندك دم، مصاريف واتعاب ايه؟ ما تقلقش. طيب وشوفها هي كمان لو كانت محتاجه اي حاجه، اي حاجه اعملها لها بس من غير ما تحس. فاهم؟ فاهم. بس هي فعلا طلبت مني حاجه. ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت انها تشوفك او تكلمك. هي فعلا طلبت مني ارقامك، بس انا قلت لها لازم اسال الاول. لا 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 تشوفني ايه؟ مش عارف، انت رايك ايه؟ انا كمان مش عارف. انا نفسي لو اتحطيت في الموقف ده مش عارف هتصرف ازاي. تحب اطلبها لك دلوقتي؟ هي منتظره رد مني. اطلبها. مساء الخير مدام جيهان. الاستاذ فريد معاك اهو، اتفضل. الو. الله يسلمك. ازيك انت؟ الحمد لله على السلامه. لا ما تقلقيش ان شاء الله، كل شيء هيبقى له حل. كويسين الحمد لله. لا ما فيش مانع. فاكره طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. قالت لك ايه؟ فريد يا صبري. بقول لك قالت لك ايه؟ سبحان الله، اول مره احس في صوت جيهان بالحزن ده كله. واضح فعلا انها حزينه جدا. السلام عليكم. صبري، طب والله العظيم لو اتمنيتها ما كانت هتحصل. لا في كوسه، انا بحتاج. اشمعنى الواد ده السكرتيره خليته يدخل على طول؟ مش عبنا الحافظ. مش عبنا الحافظ اللي تقف قدام سكرتيرات البلد. سافولا فرفر. وماله؟ شايل طاجن ستك ليه؟ جيهان رجعت مصر يا منعم. جيهان مين لا مؤاخذه؟ جيهان طليقة فريد يا منعم. يا نهار اسود. ودي كانت عايزه ايه منك بعد العمر ده كله؟ يا ابني ايه الغغه اللي انت عاملها دي؟ ما تقول انت جاي عاوز ايه؟ في يا عم الحاج، هو ده مكتبك ولا مكتب فريد بالظبط؟ لا ده مكتبك يا منعم، مكتبك وتيجي وتدخل في اي وقت. ايه ده بقى؟ يكون لك الشرف يعني لا مؤاخذه ان انا يعني اعزم نفسي عندك في البيت على العشاء. قلت ايه؟ قلت تشرف في اي وقت. تحب امتى؟ هتفضلي ساكته كده كتير؟ الدكتور قال لازم ناخد قرار وبسرعه. مش عارفه اعمل ايه يا سماح، انا عين في الجنه وعين في النار. يا حبيبتي لازم نفكر بسرعه وتاخدي قرارك، الوقت بيعدي ومش في صالحنا. صدقيني انا مش هقدر اقول لصبري ده، لو عرف ممكن يجرى له حاجه. يا حبيبتي صبري راجل وهيقف معانا، ومع ذلك اعملي اللي انت عايزاه، بس ارجوكي بسرعه. الوقت بيعدي واللي النهارده مش قادرين نحله بايدينا هنحله بسناننا. انت عارفه، خلاص انا هسافر. يا سلام، تسافري كده من غير ما تقولي له؟ ولا تكونيش فاكره بقى انه مش هياخد باله؟ انت عارفه صبري كان عارض عليا نعمل عمره، انا عارفه انه مشغول ومش هيقدر، هحجز ليا وليكي نعمل العمره بسرعه وبعدين نسافر نعمل العمليه. ده ايه الترتيبات الجامده دي؟ طب انت عندك حل تاني قولي لي عليه. انا ما عنديش، بس الحكايه مش بالسهوله دي يا حبيبتي. العمره لوحدها عايزه ترتيبات كتير، والعمليه عايزه ترتيبات كتير، ده غير بقى التكاليف. يا ترى فكرتي في كل ده؟ ايوه، انا صبري كان عامل لي وديعه في البنك كبيره، هفكها واكيد فلوسها هتغطي العمليه، اما فلوس العمر هاخدهم من صبري. يا ما حسن انا عايزاكي تفكري تاني يا حبيبتي، وجود صبري معانا هيساعدنا كتير. ريحيني يا سماح، انا مش عايزه لا صبري ولا الهام بنتي يعرفوا حاجه، عايزه ارحمهم من القلق اللي انا عايشه فيه. ولو انت كمان يعني. ما تقوليش كده، ما تكمليهاش. انا كمان ايه يا حبيبتي؟ ده انت اختي، ولو طلت اديكي روحي هديها لك. انت كده زعلتيني منك. ما تزعليش مني. طيب عبد الرحمن هتعملي معاه ايه؟ مالكيش دعوه بعبد الرحمن. عبد الرحمن هيقعد عند ناس كويسين، وهديله فلوس تكفيه وتفيد كمان. لو احتجتي حاجه انا مش هحتاج لحاجه، بس يلا بقى بسرعه علشان احنا كمان كده اتاخرنا. عندك حق، يلا بينا. يلا يا حبيبتي.
على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ها. واخد الشغل اللي بياخدك مننا ده ايه؟ ياه، بقى معقول يا ست رانيا؟ بقى بعد السنين دي كلها ولسه ما تعودتيش؟ مش عايزة اتعود على عدم وجودك في البيت يا فريد. توحشني يا اخي. الله الله الله، يا سلام. تعرفي لو الواحد ضامن انه يسمع كلمتين حلوين زي كده كنت ارجع كل يوم بدري قوي. طيب انا هقوم اجهز لك العشاء. لا لا، استني قبل العشاء، في كلمتين كده عايز اقولهم لك. خير. جيهان في مصر. جيهان؟ جيهان مين؟ جيهان، جيهان ام البنات. طيب وانت عرفت منين؟ هي اصلها طلبت صبري، عندها مشكلة كده وكانت عايزاه يقف معاها. تصوري الواد ابنها اللي لسه ما كملش 15 سنة بيشم. ايه؟ مخدرات؟ يا ساتر يا رب. وطبعا صبري كان رافض انه يمسك لها القضية بتاعت الولد لانه ما بيشتغلش في النوع ده من القضايا. ما وافقش غير لما قعدت ألح عليه كتير جدا. والله كتر خيرك. هي كمان كانت طلبت من صبري انها تكلمني، طلبها لي وكلمتها وعايزة تشوفني. وماله؟ بقول لك طلبت انها تشوفني وهروح اقابلها. وليه لا؟ ياه، يعني انت مش زعلانه؟ فريد، اللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي حاجه. انا واثقه فيك، واثقه كمان في مشاعرك. لا طبعا مش زعلانه منك. طب ايه رايك ان والله العظيم انا كنت عارف انك هتقولي كده. بقول لك ايه، ما تيجي تقابليها معايا؟ لا لا لا، مفيش لزوم، خليكم براحتكم. المهم دلوقتي هتقول حاجه للبنات؟ مش عارف، اهو السؤال ده انا اتسالته النهارده 10 مرات، منهم 5 مرات انا اللي سالته لنفسي ومش عارف. انت ايه رايك؟ والله انا شايفه انك تاجل اي حاجه لغايه بعد المقابله. مش جايز تكون هي اللي مش عايزه تشوف البنات وتكون فتحت على نفسك فتحه من غير اي داعي. ده كلام عاقل جدا، صح، عندك حق. كده بقى يبقى نشوف حكايه العشاء. دقايق عقبال ما تغير هدومك اكون انا جهزت لك العشاء. استني، صحيح بمناسبه العشاء، عبد المنعم عازم نفسه على العشاء عندنا. غريبه دي قوي، ده بيجي على طول من غير ميعاد. ده اخره بيكلمنا على الموبايل وهو على الباب. انت عارفه عبد المنعم بقى، اي حركه من حركاته الغريبه، بس هو جه واكد عليا انه عازم نفسه على العشاء عندنا. معرفش، انا حاسس كده انه عايز يكلمني في حاجه او بتاع، مش عارف. امال العيال فين؟ مريم بره ولسه ما رجعتش. يوسف وميرات فوق في اوضهم. فاطمه بقى جوزها جه عدى عليها واخدها وروح. صحيح، بمناسبه فاطمه، انا حسيت كده المره اللي فاتت انها زي ما تكون محتاجه فلوس ومكسوفه تطلب مني. عشان كده انا هبقى اسيب لك مبلغ كده تبقي تديهولها انت بطريقتك من غير ما تحسسيها انه مني. خلاص، اللي تشوفه يا فريد. اللي انا عايز اشوفه دلوقتي هو انت هتعشينا ايه؟ تتجوز؟ طب ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أمي. ويا ترى بقى مين العروسة؟ واحدة أنت عارفاها كويس جدا، مريم بنت عمه فريد. يا زين ما اخترت. ويا ترى باباك عرف؟ عرف، وزمانه كمان حدد ميعاد لقراية الفاتحة. كمان؟ ويا ترى بقى أنت جاي تاخد رأيي ولا جاي تعزمني؟ ليه بتقولي الكلام ده يا أمي؟ لأنك يا أستاذ بتبلغني الخبر متأخر قوي، زي أي واحدة غريبة. المفروض أنا أول واحدة أكون عارفة قبل أبوك كمان. يا أمي صدقيني والله العظيم الموضوع كله جه فجأة، ده حتى بابا ما كانش يعرف. إزاي بقى؟ أنت مش لسه بتقول دلوقتي إن باباك زمانه محدد ميعاد الفاتحة؟ يا أمي صدقيني بابا عرف الموضوع بالصدفة، وكان طبيعي إنه يديله شكل رسمي. ما أنت عارفة بابا لما بياخد قرار في موضوع بينفذه في ساعتها. إنما أنا والله العظيم كنت ناوي أفتحك في الموضوع قبل أي حد. على العموم يا هاني ألف مبروك. يعني أعتبر دي موافقة من حضرتك؟ انت حطيتني في موقف خلتني لا اقدر اوافق ولا ارفض. على العموم انا بحترم عمك فريد جدا وبحب بناته قوي وسعيده بالارتباط ده. يعني كده بقى هتيجي معانا قراية الفاتحة؟ لا يا هاني مش هاجي. ليه بس؟ ما انت لسه قايله دلوقتي انك موافقه. دي حاجه ودي حاجه. انا اسفه بس وجودي هناك مش هيبقى ليه اي لازمه. ازاي يا امي بتقولي كده؟ ده انت امي. مش في المناسبه دي يا هاني. يا امي دي اهم مناسبه في حياتي، انا محتاجك فيها جنبي. معلش يا حبيبي مش هقدر. طب ولو قلت لك علشان خاطري؟ عشان خاطرك انت انا مش هقدر اجي.
خلي الليله دي تعدي على خير. بس قولي لي سبب واحد اقتنع بيه. المفروض ان انت تبقى فاهم يا هاني. ارجوك يا امي، ارجوكي قولي لي، يمكن اقدر احل الموقف ده. بصراحه يا هاني انا مش هقدر اجي واشوف باباك بعد السنين دي كلها، ولا هقدر اشوف الست مراته. وجودي هناك مش هيبقى ليه اي لازمه. صدقني، اسمع الكلام. لا يا امي، الكلام ده مش صح. الكلام ده هو اللي صح. يلا حبيبي، روح اقرا فتحتك وافرح بعروستك، وقول لباباك الف مبروك. طب والفرح؟ هتيجي الفرح؟ ساعتها يبقى يحلها ربنا. يا عالم بكره يحصل ايه. هسيبك دلوقتي عشان عندي شغل كتير. وبارك لعمك فريد والمريم. عن اذنك يا حبيبي. هاني، هتبات في البيت ولا هتبات عند باباك؟ لا يا امي، هو بابا عاوزني في موضوع كده، لو خلصته هاجي ابات معاكي. طيب يا حبيبي، تصبح على خير. يا واد فين الشاي؟ امال لو كنت طلبت منك حاجه تقيله. يا عم اهو. لا صادق. خش على الشاي. عارف يا صبري، انا حاسس ان انا العريس. والله حاسس لا مؤاخذه ان الزمن بيضحك لي. كل اطمن عمال ما تخافش، افرح واضحك من قلبك واطمن، اللي جاي اجدع من اللي راح 100 مره. يا واد يا كداب، ده كلها سنه ولا 2 بالكتير وهتبقى عجوز ومكحكح وجد زيك زي اي عربيه قديمه عندك. جد، هو ده الحلم بقى اللي انا عايش عشانه. يبقى لي حفيد اخده على دراعي كده واضمه في صدري. عارف يا صبري، خلافاتي مع لقاء اثرت على علاقتي بعيالي. ما عرفش اتمتع بيهم، ما عرفتش افرح بيهم. لكن ولد الولد الوضع هيبقى مختلف خالص. طب قول لي، بمناسبه لقاء، انت فتحتها في موضوع الجواز ده ولا لسه؟ لا لسه، بس اكيد هفتحها. هتفتحها ولا هتاخد رايها؟ لا هفتحها. اخد رايي اعمل حاجه. انا وابني خلاص متفقين ومرتاحين نفسيا ومش عايزين اي شورى من حد. خلاص الموضوع منتهي. وبعدين انا مش هلاقي احسن من فريد لا مؤاخذه ناسبه، والبت متربيه في وسطينا، يعني زيتنا في دينا. وانا من الاخر مش عايز اي مشوره من حد. تليفون يا حاج. مين يا هاني؟ الحاج سليم بتاع عربيات الجمله. ليك مع عمك شويه. ها يا حاج سليم، انت فين يا عم الحاج؟ انا بعت لك ورقه امبارح. منور يا عم صبري. الله يخليك يا هاني، مبروك يا حبيبي الجواز. الله يبارك فيك، عقبال الهام ان شاء الله. والله العظيم لو كانت كبيره شويه انا ما كنتش سبتها. الحمد لله انها لسه صغيره. قول لي، اخبار ماما ايه؟ الحمد لله كويسه، بس عصبيه شويه اليومين دول. اسمع يا هاني، لما بابا يجي يفتح ماما في الموضوع لازم تبقى موجود معاه. يا عم صبري انا كلمتها وقلت لها على كل حاجه. وقالت لك ايه؟ قالت لي كلام صعب جدا. والله يا عم انا شايف ان بابا بقى يكبر دماغه. يكبر دماغه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني الكلام ده ما ينفعش. على فكرة يا منعم، هاني فتح مامته في الموضوع ويظهر انها مش مرحبة قوي. ولو انا اعمل وصول للاخر وهقول لها وهبلغها ان احنا رتبنا كل حاجه. يا بابا انا شايف ان انت تسكت وتسيب الكبار يعملوا الاصول للاخر، وتفضل تخش شوف شغلك. انا قصدي ان كل انت لا قصدك ولا ما قصدكش. وبعدين ما ينفعش تجيب سيره والدتك بالشكل ده قدامي. مفهوم؟ اتفضل يلا اتفضل. ليه يعني؟ ليه كده يا منعم؟ الولد ما غلطش. ده غلط يا صبري، انا سامعه بيقول يكبر دماغه. ما دي برضه مش اصول. انت عايز السوق يقول ايه؟ ما عرفش اربي الولد. معاش ولا كان اللي يقول كده يا اخي. الله، انت مربي العيال ولادك احسن تربيه، اذا كان من لقاء ولا من اميره. عشان خاطري يبقى راضي الواد بكلمتين. حاضر يا عم صبري، عشان خاطرك، ولو انه ما يستاهلش. يا سيدي خليها عليك انت، استاذن انا بقى. يا عم الحاج انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ عندي كذا مشوار مهم ولازم استاذن. يلا السلام عليكم. ماشي، سامح الله. سلام يا صبري. يا هاني هاني. صبحي، ازيك يا صبحي؟ الله يسلمك. عامل ايه يا صبحي؟ كويس الحمد لله. طب خير النهارده يا صبحي؟ الله
اللي انت خدتيها مني الصبح؟ 50 جنيه بس؟ ايوه. دول يا ستي 200 جنيه مرة واحدة. انت تأمري يا لولو. الو فاطمة، انت فين يا فاطمة؟ وحشتيني. انا عايزاكي تيجي دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي في البيت. هو في حاجة ولا ايه؟ مش عارفه والله يا طنط. يا صبري بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض. سامحيني يا حبيبتي، الشغل واخد كل وقتي. الشغل بس؟ قصدك ايه؟ قصدي بيتك التاني يعني. انت مش شايف يا صبري انك بتقضي معظم الوقت هناك؟ يا حبيبتي ما انا بقعد هناك لما البنت تبقى قاعده معاكي. خلاص نقعد مع بعض. ما انت عارف اني بحبها زي بنتي واكتر كمان. عارف. اتفضلي. بس الحقيقه يعني مش قادر اسيب محاسن لوحدها. ليه يعني؟ بتخاف تقعد لوحدها ولا بتخاف تنام في الضلمه؟ لا، محاسن عيانه وللاسف مش عارفين عندها ايه. وديها لدكتور. انا فعلا وديتها للدكتور وكتب لها على ادويه، بس للاسف مفيش اي تحسن والدور بيجي لها هو. خلاص وديها لدكتور تاني. رافضه الفكره، عايزه تستمر مع الدكتور الاولاني. خلاص هي حره بقى. يعني ايه هي حره؟ يعني اشوف حالتها بتتدهور قدامي واسكت؟ مش هي اللي رافضه، يعني هتشيلها غصب عنها وتوديها لدكتور تاني. والله لو عليا يا ريت اشيلها فعلا واوديها لدكتور تاني. يا سلام، للدرجه دي يعني؟ جرايه الهام يا ستي، لو مش عشان بنتها. وبعدين بصراحه انا ما كنتش متصور ابدا انك تاخدي الامور بالشكل ده. صبري انا اوعى تفتكر يعني اني فرحانه لعياها، بالعكس ده انا اصلا. خلاص يا الهام، ممكن من فضلك نغير الموضوع؟ احسن برضو نغير الموضوع، بس ما تنساش انك انت اللي بدأت. انا اسف اني فتحت موضوع زي ده. ممكن بقى نغير الموضوع؟ احسن برضو نغير الموضوع. صبري ما تسافرها بره. شفتي اهو، انت اللي بتفتح الموضوع برضه. خلاص نغير الموضوع، مش هفتح حاجه. مالي؟ احسن برضه. انت بتضحك عليا يا صبري. بضحك على الايام. مالها بقى الايام؟ اصل انا متذكر ان الحوار ده دار بيني وبينك من سنين طويله، وبرضه كان عن محاسن. متذكر؟ انت كنت بتفكر تتجوزها يا صبري؟ عمرها ما كانت في بالي اطلاقا. الله، امال ايه اللي حصل؟ يا الهام، ده سؤال متاخر سنين طويله قوي، وبصراحه ما لقيتلوش سبب. طيب لو الزمن رجع بيك تاني هتفكر تتجوزها يا صبري؟ لا طبعا. مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ انت سعيد معاها يعني؟ انا سعيد معاها فعلا، بس عارفه امتى؟ لما انت وافقت انك ترجعي لي تاني. يا سلام، كداب. انا عمري ما كدبت في مشاعري ناحيتك. يعني انت لسه بتحبني يا صبري؟ انا بموت فيكي والله، بحبك واكتر من زمان بكتير. خلاص مصدقاك، لاني انا كمان للاسف لسه بحبك. نعم؟ وليه للاسف دي؟ اظن انت عارف اجابه السؤال، ومع ذلك وافقت اني ارجع لك. ما هو انت كان لازم ترجعي، ما كانش ينفع انك ترفضي. الهام احنا الاتنين بنكمل بعض، ولازم نفضل مع بعض تحت اي ظروف. انا عارفه نفسي، طول عمري حظي وحش. تعرفي والله بموت فيك. انت بتتكلمي بجد يا اميره؟ شفتي؟ انا بقى غلطانه اني حكيت لك على حاجه، انت كده هتوقعيني في الغلط. اخسى عليكي، ده انا هموت من الفرح. طب ومريم عارفه؟ طبعا عارفه، ده هي وهاني تقريبا مرتبين كل حاجه مع بعض. بقول لك ايه، ما توقعنيش في الكلام تاني اكتر من كده. هو انت لسه قلتي حاجه؟ طب وقولي لي، الاستاذ فتح فريد ولا فريد لسه ما يعرفش؟ لا طبعا اكيد هو لسه ما يعرفش، ده منعم نفسه كمان ما يعرفش. الحكايه كلها اترتبت في 24 ساعه. يا سلام. والله. طبعا اذنك. ايه رايحه فين؟ اخص عليك يا رانيا، انت كده بقى هتخلي منعم يزعل مني. ما تخافيش، مش هيزعل منك.
عارفه عمك منعم جاي هنا ليه النهارده؟ ليه يا طنط؟ جايين يخطبوا مريم لهي. بجد؟ شش، وطي صوتك. هم قاعدين دلوقتي في الصالون عشان كده، واوعك تقولي لحد انك انت عارفه، عشان بابي هيزعل قوي لو عرف ان حد عارف مننا. اوكي؟ معقول يا طنط؟ يلا يا حبيبتي. طنط رانيا عرفت الحكايه من طنط اميره بره. يا نهار اسود. وبابا لو عرف ان الحكايه معروفه من غير ما هو يعرف هيزعل منك. يا رب يهدي بابا يا رب، ويوافق كده على طول من غير ولا سين ولا جيم. خشي اقعدي معاهم هنا عقبال ما ادخل لهم القهوه جوه. اهلا 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 بعروستنا زي القمر. حبيبه قلبي كبرت يا مريم، ما شاء الله عليك. بنت حلال يا مريم انك جيتي. اقعدي يا بنتي اقعدي. خير يا بابا؟ دلوقتي يا حبيبتي عمك عبد المنعم جاي طالب ايدك لهاني ابني. قلتي ايه؟ هتقولي ايه يعني يا عم الحاج؟ استنى شويه يا عبد المنعم وسيب البنت ترد. انا ما رضيتش اسالها بعيد عنكم، وسالتها قدامكم لانكم مش غرب، ولان انت في الاول وفي الاخر في مقام عمها. وانا لا مؤاخذه بقى بصفتي في مقام عمها، انا بقول لك انا موافق. قلتي ايه يا بنتي؟ قلت استنى شويه يا عبد المنعم. ايه يا مريم؟ قلتي ايه؟ هاني قاعد قدامك اهو، وانا شخصيا مش موافق عليه. لو انت موافقه قولي ايوه، ولو مش موافقه بقى قولي لا، وسيبي الباقي كله عليا، وعليه العوض في العشاء اللي اتعشوه. لحضرتك تشوفه يا بابا. اهو شفت يا عم الحاج، قالت لك اللي تشوفه يا بابا. خلص بقى. ما تسكت شويه يا منعم، هي البنت لسه قالت حاجه؟ يا عم قالت في الافلام العربي لا مؤاخذه البنت بتبقى قاعده كده جنب ابوها مكسوفه وباصه في الارض وتقول لك اللي يشوفه يا بابا، يعني موافقه. مش كده يا بنتي ولا انا بتكلم غلط؟ كده يا عمو. كده يا عمو، يعني اطلع منها انت يا بابا. لا ما تقولش كده يا بابا. يا عم اهدى على البنت شويه، انت مش فاهم حاجه. الولاد بيحبوا بعض وشكلهم مرتبين كل حاجه، وانا وانت نايمين في العسل صدقني. ولا انا لا مؤاخذه بقى بتكلم غلط يا عم هاني؟ عن اذنكم. مكسوف ها؟ يا عم فريد بقى مش لا مؤاخذه نقرا الفاتحه ولا ايه الدنيا؟ ها؟ ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طنط رانيا طنط رانيا. ايه؟ تعالي عايزاكي في حاجه. الحقيني في مصيبه. ايه قلقتيني؟ يا جماعه مش لا مؤاخذه بقى تسمعونا زغروطه كده، احنا ربنا كرمنا اخر كرم وورينا لا مؤاخذه فتحه مريم على هاني. ألف 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 مبروك. ولسه بقى هكمل بعدين. مبروك يا منعم. مبروك يا فريد، الف مبروك. يا حبيبي تعالي تعالي. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. مساء الخير يا احلى محاسن في الدنيا. بجد يا صبري انت لسه شايفني محاسن بتاعت زمان؟ لا 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 لا، انا ازعل منك قوي لو كنت بتسالي السؤال ده بجد. انا حاسس ان الاول مره بشوفك، حاسس انك حاجه غاليه قوي عليا وخايف تروح مني. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي. تعرفي، حاسس انك روحك المعنويه بقت عاليه وبقيتي زي القمر ووشك نور. صح ولا انا غلطان؟ ده بس عشان انت بتحبني شايفني كده. لا بصراحه انا شايف ان الدكتور التاني اللي انت رحتي له ده عرف الحاله وبدا يريحك. في الحقيقه دي حاجه، والحاجه التانيه ان انا حجزت تذاكر السفر وظبطت كل حاجه. ازاي؟ ازاي ظبطت كل حاجه؟ مش جايز انا اكون مشغول في الوقت اللي انت هتسافري فيه ده؟ ما هو بصراحه انا حجزت ليا انا وسماح بس. نعم، حجزت ليكي ولسماح وبس؟ طب وانا؟ ده انا اساسا صاحب الفكره. ما هو بصراحه يعني من غير ما تزعل مني انا مش عايزاك تيجي معايا. ايه الكلام الغريب ده؟ انا حاسس انها هتبقى حاجه خاصه جدا، اول مره نعملها مع بعض، هيبقى لها طعم جميل واحنا مع بعض. بصراحه يا صبري انا افضل اكون لوحدي. لوحدك ازاي وانت واخده سماح معاكي؟ لا ما هي سماح يعني جايه معايا عشان ما بقاش لوحدي، بس انا عاوزه اتكلم كلام من قلبي،
عاوزه اقول حاجات مش عايزه حد يسمعها. خلاص يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه، محدش هيقدر يقيدك. انا اللي مش عايزه اقيد حد، عايزه يبقى لما نفسي انزل الحرم انزل في اي وقت، اقعد في اي مكان، افتح قلبي، عاوزه استريح. وجهة نظر غريبة جدا، بس هقول لك ايه، انت حر. يعني مش زعلان؟ بصراحة زعلان، بس ليه يشفع يعني ان فرح بنت فريد على ابن منعم في الفترة ديت، ولازم ابقى موجود، ولازم انت كمان تبقي موجودة. البركه فيك يا حبيبي، بس يعني لو انت مش عايزني اسافر انا ممكن الغي كل حاجه. لا يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه، بس هتسافروا ازاي من غير محرم؟ لا ما احنا رتبنا مع شركه سياحه كبيره بتاعت الحاج هاشم، فاكره اللي اشترينا منه شاليه عين السخنه، هيطلعنا صحبه امنه. فاكره طبعا، هو عموما راجل متدين وكويس. هو رتب كل حاجه، الاقامه والسفر والمناسك وكل حاجه. طيب هتقعدوا كام يوم هناك؟ لسه مش عارفه. مش عارفة؟ مش عارفة هترجعوا امتى؟ لا يعني لما استريح وابقى كويسه هرجع. بصراحة كلامك غريب. ابدا يا حبيبي، انت بس علشان هوحشك واول مره ابعد عنك. على فكره انا لسه ما اتعشتش، بجهز العشاء، تتعشى معايا؟ لا، اصل انا كنت عند الهام وكلت حاجة خفيفة كده، مفيش مانع اكمل معاكي. اوكي. ازيك يا فريد؟ ازيك انت يا جيهان؟ الحمد لله على السلامة، ولو انها متأخرة شوية. بقالك قد ايه في مصر؟ شهور بس، طبعا ما جاتش مناسبة اتصل بيك واقول لك. ليه بس يا جيهان؟ احنا اللي بينا ما كانش شيء قليل، ده احنا بينا عمر يا جيهان. انت كنت مراتي ولغاية دلوقتي انت ام بناتي. بصراحة يا فريد انا خفت اتصل بيك ومراتك تعرف وتزعل. لا لا لا، دي رانيا انسانة عاقلة جدا. اتفضلي. وعلى فكرة بقى، انت سيرتك بتيجي دايما بينا، بتيجي طبعا بكل خير وبكل احترام. تشربي ايه؟ اي حاجة. عصير فريش، وهات لي انا قهوة مظبوط. والبنات يا فريد بيجيبوا سيرتي ازاي؟ برضه بكل خير واحترام. مفيش بنت متربية ممكن تتكلم على امها بطريقة وحشة حتى بعد كل اللي عملته فيهم. الزمن بينسي كل حاجة يا جيهان، حتى قسوة الام على اولادها. انا عارفة اني غلطت في حقك وحقهم. عايزاكم تسامحوني يا فريد، ممكن؟ خلاص يا جيهان، الطلب ده جاي متأخر قوي، ده سنين طويلة عدت. لو تعرف السنين دي عدت عليا ازاي مش هتصدق. ليه؟ انت مش جبتي الولد اللي كان نفسك فيه؟ الولد اللي بعت الدنيا كلها علشانه؟ اي صح، بس التمن كان غالي قوي يا فريد. انا بعد ما خلفت عاصم كام شهر طلقت من جوزي وعشت مع عاصم لوحدنا. طبعا انت عارف الحياة في لندن مش سهلة، كانت صعبة عليا وعليه قوي. ما صدقت خلص دراسته المتوسطة ورجعت بيه على مصر. طبعا هنا اكتشفت بقى انه كان بيتعاطى المخدرات.
المخدرات دي اتعلمها لما جه مصر؟ لا، بدأها هناك. طبعا لما جينا هنا كان سهل عليه جدا يلاقيها. الحق عليا أنا يا فريد، أنا اللي ما كانش عندي وقت أقعد جنبه وخلي بالي منه. يعني كان لازم أشتغل عشان أصرف عليه وأحقق له كل اللي نفسه فيه، وأدي النتيجة. عموما انا مش عايزك تلومي نفسك. اللي حصل ده كان ممكن يحصل مع اي حد، وكان ممكن برضه يحصل لعاصم في اي مكان تاني. شكرا. على فكرة ما هو في مصر للأسف شباب كتير زي عاصم كده. المهم احنا عايزين نفكر هنطلعه ازاي من الحكاية دي. والله مش عارفة يا فريد أعمل إيه، وخصوصا إنه صبري رفض يمسك القضية. لا من الناحية دي اطمني. أنا دردشت مع صبري كتير لغاية ما قدرت أقنعه، وهو وعد إنه هيقف جنبنا. جنبنا؟ أيوه طبعا جنبنا. مش لسه بقولك اللي بينا ما كانش شيء قليل؟ وبعدين هو مش عاصم ده برضه يبقى أخو البنات؟ أنا بصراحة خفت أتصل بيك لما وقعت في المشكلة دي، خفت تشمت فيا. أشمت فيكي؟ اخص عليك يا جيهان، انت تعرفي برضو ان انا ممكن اعمل كده. تعرفي انه من اخلاق فريد انه ممكن يشمت في وضع زي ده. لا بالعكس، ده انا اللي مش عايزك تندمي. انت كان عندك هدف وحققتيه، طبعا كان ممكن ما يتحققش، بس ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يتحقق علشان تكملي المشوار، وعشان يعرفك قد ايه المشوار ممكن يكون صعب وطويل. انا زي ما قلت لك يا جيهان، مش عايزك تندمي ومش عايزك تقلقي، انا هبقى معاكي. يا فريد، لسه كلامك زي ما هو ما اتغيرش. بحس انك بتشدني، بحس لما بسمعك بالراحة. خسارة بجد يا خسارة، أنا غلطت. خلاص يا جيهان، من فضلك ما تكمليش. انت زمان اخدت قرار وانا احترمته ونفذته. صحيح القرار ده غير حياتي كلها وغير حياة البنات كمان، بس انا كان لازم احترمه يا جيهان. بعدين اذا كنت انت تعبتي، انا تعبت اكتر منك بكتير. المشوار كان صعب وطويل عليا وعليهم. انا تعبت من كتر الاسئله اللي كانوا دايما بيسالوها لي، وتعبت اكتر من الاجابات اللي كان لازم تتغير مع كل يوم هم بيكبروا فيه، وخصوصا ميريت. قولي يا فريد، شكلها ايه؟ ميريت دي بقى حته قمر. فاطمه حامل وبطنها قد كده يعني قريب يا جيهان هتبقي جدا. حبيبتي يا فاطمه، وحشاني. طيب وقولي، مريم عامله ايه؟ ان شاء الله ترتيبات فرحها اليومين الجايين دول. ايه ده يا فريد؟ هتجوزها من غير ما اعرف؟ طب ما انا لسه بقول لك يا جيهان ان فاطمه اتجوزت وهتبقى من غير ما انت تعرفي. ما فرقتش يعني. لا يا فريد، فرقت كتير كمان. ساعة ما اتجوزت فاطمة أنا ما كنتش موجودة في البلد، كنتش موجودة في مصر، بس أنا دلوقتي أهو موجودة قدامك، يعني من حقي أكون جنبها في ليلة فرحها، صح؟ بلاش يا جيهان، بلاش من فضلك، وخلي كل حاجة تمشي زي ما هي. يا فريد في إيه؟ أنت ناسي إن دول بناتي؟ يعني من حقي أكون جنبهم؟ يا جيهان، بس الطلب ده جاي متأخر قوي، ده وقته راح خلاص. ومع ذلك
مش موضوعنا دلوقتي. اديني فرصة هحاول اشوف طريقة افاتح بيها البنات.